انا جاي اتكلم عن لعبة الحبار الجزء التاني. نسيبنا من الجزء التاني وقد ايه ان هو كان حلو وقد ايه كان فيه احداث حلوة وممثلين حلوين، وخلونا نركز على اشاعة اللي طلعت اللي بتقول ان كيم تاي هيونج احتمال يبقى احدى الجنود في الجزء الثالث. بداية من الصورة اللي عملت ضجة السنة اللي فاتت لحد ما اتسألوا في مقابلة لو هو هيشارك فعلا معاهم، والاتنين ده كان ردهم. وساعتها كلنا اتفاجئنا ان السيزون التاني تاي مش فيه، ولكن اتفاجئنا ان فيه جزء تالت، والجزء التالت اتاخد منه الصورة دي. وطبعا كلكم عارفين القعدة دي مين بيقعدها. بجد 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 يا رب تكون حقيقية، لان لو كانت حقيقية فاحنا هنشوف جانب اول مرة في حياتنا هنشوفه في حياة الارميز عموما. اول مرة هيشوفوا جانب من حياة كيم تاي يونج. يا جماعة يا جماعة احنا لازم نفكر انه هيبقى جندي. يا جماعة احنا كده هنضطر نحب الجنود الحمر. انتوا متخيلين ايه يا جماعة؟